بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا أبناء طلبة الصف السادس الابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله وصلنا للدرس 4 اللي هو بيتكلم عن تحليل ضرب وقسمة الكسور. بإذن الله هنتعلم ازاي نضرب ونقسم الكسور بقى العشرية والكسور الاعتيادية بطرق بسيطة بإذن الله، والدرس النهاردة سهل جدا عن الدروس اللي فاتت. يلا بينا بإذن الله تفهموه بسيط وجميل إن شاء الله. بيقول لي أول حاجة من هنا، بيقول لي حول الأعداد الكسرية إلى كسور غير فعلية. عدد كسري يعني بيكون عدد وكسر اعتيادي كده، عايز نحوله لكسور غير فعلية. ايه الكسر الغير فعلي؟ الكسر الغير فعلي ده اللي بيكون البسط اللي هو فوق طبعا بيكون أكبر من المقام، يعني مثلا 10/7، أو مثلا 6/4. بس 6/4 دي ممكن نختصرها، ممكن نقول يعني 3/2 مثلا. ماشي. 5/4، 9/8، 17/8. أي كسر البسط فيه فوق كبير عن المقام تحت فهو اسمه كسر غير فعلي. ليه غير فعلي؟ لأن احنا عارفين إن الكسر طبيعي هو عبارة عن جزء من إيه؟ من الكل. الكسر هو جزء من الكل، يعني بيكون أقل من الواحد الصحيح. لكن الكسر الفعلي اللي بيكون البسط فيه كبير عن المقام، يعني لو جيت تقسمه تلاقي 1 وشوية، 2 وشوية، 3 وشوية، تلاقيه يعني أكبر من الواحد الصحيح، فبنقول عليه كسر غير فعلي لأنه مش جزء من حاجة واحدة، لأ ده هو أكبر من الواحد الصحيح. طيب، بيقول لي حول الأعداد بقى الكسرية لكسور غير فعلية. لما باجي أحول لكسور غير فعلية، تعالوا نفتكر مع بعض، كنا واخدينها السنة اللي فاتت. هتحط كده المقام 10 هنا. لما بنيجي نحول احنا بنعتبر الاتنين اللي بره دي بنقول عليها ايده، والعشرة تحت رجله، والتلاتة اللي فوق راسه، فبنقول ايده في رجله زائد راسه. فاكرين؟ 2 في 10 ب20 زائد 3 23. كده أصبح كسر غير فعلي لأن البسط أكبر من المقام. طب هنا عشان أحول أحط المقام اللي هو 6 وأقول إيه؟ إيده في رجله زائد راسه. 3 في 6 18، وخمسة يبقى كام؟ 23. تمام كده أنا حولت من أعداد كسرية اللي هي عبارة عن عدد وكسر إلى كسور غير فعلية. طب ده إيه علاقته بدرسنا بتاع النهاردة؟ هنستخدمه في حاجات. هنا السؤال ده بيقول أوجد حاصل ضرب 2 و1/10 في 4 و3/10. إحنا عندنا دلوقتي طريقتين للضرب. طريقة إن أنا أحول الأعداد العشرية لكسور غير فعلية، دي هنبدأ الأول بالخوارزمية المعيارية لأنها أسهل. إيه بقى الخوارزمية المعيارية؟ اللي هي انت بتكتب العددين فوق بعض وتضرب. طيب يعني احنا هنا هنكتب له 4 و3/10. ممكن لا، افضل نشيل العلامة خالص وهنضرب من غير علامات، وبعدين نبقى نحط العلامات في الاخر. يعني هنعتبرها كأنها 43 في 21، والعلامات يا مس ما تقلقش هنحطها. اول ما نضرب بنبدأ نضرب طبعا من يمين. 1 في 3 ب3، 1 في 4 ب4. بعدين هنبدأ نضرب خانة العشرات، فبنحط صفر تحت خانة الآحاد ونحط زائد. 2 في 3 ب6، و2 في 4 ب8. جمع بقى مرحلة التجميع. 3 و0 هي 3، و4 و6 10، صفر ومعانا 1 على 8 يبقى 9. يا مثل الناتج 903. لحظة حبيب قلبي، هو احنا مش كنا قلنا هنسيب العلامات دلوقتي؟ يعني بس مش هنسيبها خالص بقى. فانت هنا العلامة عندك بعد خانة واحدة، وهنا بعد خانة واحدة، يبقى العلامة المفروض تكون بعد خانتين، يعني بين التسعة والصفر كده، يعني 9 و3 أجزاء من 100. فاحنا ما ننساش هنا بعد خانة وهنا بعد خانة، يبقى العلامة الجديدة هنحطها في الناتج بعد خانتين. طب هنا بقى تحويل الأعداد العشرية لكسور غير فعلية ده إيه؟ أنت عندك العدد الأولاني أهو 4 و3 أجزاء من 10، فيعني 4 و3/10. تمام. هي كده بقت عدد كسري، فأنا عايزة أحولها لكسر غير فعلي. أحط المقام 10 وبنضرب إزاي؟ إيده في رجله. 4 في 10 ب40، و3 يبقى 43. ده كده قيمة العدد الأولاني بكسور بقى غير فعلية. ال2 و1/10 برضو أحولها لكسر غير فعلي. 2 و1/10 يعني 2 و1/10، هي كده متحولة لإيه؟ لعدد كسري. طيب كسر غير فعلي هنحط المقام 10 زي ما هو ونضرب. 2 في 10 ب20، وواحد يبقى 21. يبقى أنا المفروض أضرب مين في مين؟ المفروض تضرب 43 على 10 في 21/10. يعني احنا المفروض اهو 43/10 أضربها في 21/10. طب أنا بضرب ازاي؟ هتضرب عادي البسط في البسط والمقام في المقام. لو كان ينفع تختصر أي بسط مع أي مقام كنا اختصرت. طب أنا عشان أضرب، تعالى هنا كده اضرب 43 في 21. 43 في 21. 1 في 3 ب3، 1 في 4 ب4. حط الصفر، ما احنا ضاربينها أساسا اهي، احنا ضاربينها ومدينا 903. خلاص تمام، يعني هي مديالنا 903 صح كده. وبعدين هتضرب 10 في 10 ب100. ماشي. 10 في 10 بإيه؟ ب100. 903 على 100، يعني المفروض لو في عندك صفار فوق كنت هتطيرهم قصاد الأصفار اللي تحت، بس انت ما عندكش أصلا أصفار فوق. فقلنا لما بنقسم على 100 بنخلي العلامة بعد خانتين. بعد خانتين بنعمل علامة. لو أنا بقسم على 10 العلامة بعد خانة واحدة. ماشي. لو أنا بقسم على 1000 العلامة بعد 3 خانات، فأنا هحط له 903 عادي،
والاسم على 100 يعني هحط العلامة ده خانة 2 هحط العلامة بعد خانتين فبقت 9.3 من 100. نفس الناتج بس هنا أعتقد أسهل وأسرع، بس احنا لازم نعرف الطريقتين في الامتحان. لو محددلكش خلاص انت بتستخدم الخوارزمية المعيارية لأنها أسهل أساسا، بس انت لازم تعرف كل الحاجات المطلوبة منك. هنا بيقول لي أوجد حاصل ضرب ميالي بالتحويل إلى كسور اعتيادية أو كسور غير فعلية. يعني هو هنا خلاص لغى طريقة الخوارزمية المعيارية خالص، هو عايز يا كسور اعتيادية يا كسور غير فعلية. طيب يبقى أنا عندي 2.9 دي اللي هي بتساوي أصلا 2.9 على 10. لما أحولها أحط المقام 10 وأضرب إيده في رجله، 2 في 10 ب20 و9 يبقى 29. تعالى أحول 1.2 يعني بتساوي 1.2 على 10. حولها لكسر غير فعلي، هنحط المقام كده كده 10 ونضرب ايده في رجله، يعني 1 في 10 ب10 واتنين 12 على 10. هتضرب ايه بقى؟ هتضرب 29 على 10 اهي، هضربها في 12 على 10. تمام. طيب 10 في 10 اصلا ب100 خلاص، ما انت عندك تحط الصفر والصفر وبعدين 1 في 1 ب1. تعالى بقى اضرب 12 في 29، 12 في 29، 2 في 9 ب18، 8 ومعانا 1، 2 في 2 ب4 وواحد يبقى 5، أحط صفر وأحط زائد. 1 في 29 ب29 اهي، نجمع بقى 8 وصفر 8، 5 و9 14، 4 ومعانا 1 على 2 يبقى 3. يعني هنا 300 قصدي 48 على 100. قلنا لما بنقسم على 100 يعني معنى كده ان انا احط العلامة بعد خانتين، صح كده؟ يعني هتساوي ده، تكتب 348 اهي، 348 بس العلامة انت هتعملها بعد خانتين، ده خانة وده خانة يبقى بعد خانتين اهي. تمام. يعني 3.48 جزء من 100 دي كده بتساوي 3.48 جزء من 100، لأن ال100 لها صفرين فبنعمل العلامة بعد خانتين. طب تعالى هنا برضو، هنا هتعمل ايه؟ 3.8 يعني 3.8 على 10. تمام. يعني 3 بس كده عاملة زي 38، يعني 3.8 على 10. طيب لما نيجي نحولها بقى لكسر غير فعلي، احط المقام 10 واضرب 3 في 10 ب30 و8 يبقى 38، وبعدين 76 من 100 يعني هي اصلا 76 على 100. تمام. المفروض اضرب مين في مين بقى؟ هتضرب اللي فوق هنا في اللي تحت. خلاص نمسح هنا كده عشان نعرف نشتغل. المفروض ان بضرب 38 على 10 بضربها في 76 على 100. ماشي. طيب انت دلوقتي بتضرب 10 في 100، يعني هتحط هنا ايه؟ التلات اصفار، الصفرين بتوع 100 والصفر بتاع 10، وكأن 1 في 1 ب1. المفروض اضرب بقى 38 في 76، يعني المفروض اضرب هنا 76 في 38. 8 في 6 أو 6 في 8 ب48، 8 ومعانا الأربعة، و8 في 7 بكام؟ 7 في 8 ب56 و4 يبقى 60. بعدين حط هنا صفر وحط زائد. 3 في 6 ب18، 8 ومعانا 1، 3 في 7 ب21 وواحد يبقى 22. جمع هيديلك 8 وبعدين صفر و8 8 برضو، و6 و2 8 و2 هتنزل. يعني المفروض نكتب أصلا هنا 2888 على 1000 اهي. طب انت بتقسم على 1000، يعني المفروض تاخد العدد ده وتعمل له العلامة العشرية بعد 3 خانات. صح كده. يعني انا المفروض اروح اخد له العدد ده اللي هو 2888 ده، نكتبه عادي اهو 2888، بس اعمل له العلامة بعد كام خانة؟ 3 خانات، لاني بقسم على 1000 والألف له 3 اصفار. يعني هنا بعد هنا ده خانة 2 3 هيبقى 2888 جزء من 1000. تعالوا كده نشوف مسائل تانية. هنا بقى بيقول لي ايه؟ اوجد حاصل ضرب ميالي باستخدام الخوارزمية المعيارية. الخوارزمية المعيارية اللي انا اكتبهم راسي فوق بعض، وبنعتبر ان احنا ما عندناش ايه؟ علامة عشرية هنحطها في الاخر، يعني احنا مش هنسيبها خالص، لا هنحطها في الاخر. فانا هقول له ايه؟ 8 في 9، 8 في 9 بكام؟ 8 في 9 ب72، 2 ومعانا 7. ماشي. 8 في 5 ب40 و7 يبقى 47. هحط هنا صفر وهنحط ايه؟ زائد. 2 في 9 ب18، 8 ومعانا 1، 2 في 5 ب10 وواحد يبقى 11. جمع 2 وصفر هي 2، 7 و8 15، 5 ومعانا 1 على 4 يبقى 5 وواحد 6، وانزل الواحد ده. يعني هنحط له هنا 1652 كده. ده الناتج؟ لا طبعا ده مش الناتج. العلامة هنا بعد خانة وهنا بعد خانة، يبقى تحطها هنا خانة 2، هتحطها هنا كده بعد خانتين، يبقى 16 و52 جزء من 100. طب هنا عشان نضرب هنضرب رأسي برضو 114. طب والعلامة يا مس؟ قلنا مش هنعتبر ان في علامة دلوقتي، هنحطها في الاخر، يعني احنا بس شايلينها هنحطها في الاخر. 5 في 4 ب20 صفر ومعايا 2، 5 في 1 ب5 و2 7، 5 في 1 ب5
خلاص نحطها، هنحط هنا صفر ونحط هنا زائد ونبدأ نضرب خانة العشرات. 3 في 4 ب12، 2 ومعانا 1، 3 في 1 ب3 و1 يبقى 4، و3 في 1 ب3. تمام. أنا هنا الأجزاء دي بشرحها بسرعة لأن موضوع الضرب ده المفروض خالص أنت حافظ جدول الضرب وبتحل بمنتهى السهولة بقى. صفر وصفر هو الصفر، 7 و2 9، 5 و4 كام؟ 9 برضو، وانزل التلاتة. يعني ده الناتج. اكتب كده 3 9 9 0، يعني 3990. لا، هنا العلامة بعد خانتين وهنا بعد 3 خانات، يعني 2 و3 5. المفروض تعد 5 خانات كده وتحط العلامة. تبقى ده خانة 2 3 4. يعني الوقت نعمل ايه بقى؟ لا ده احنا هنا 4 بس كده 4 خانات. اعمل ايه؟ لا هحط صفر كمان على الشمال وبعدين اعمل العلامة كده. بقت بعد 5 خانات. ده خانة 2 3 4 5 وصفر مكان خانة الآحاد. يعني العدد اهو هيبقى أدا 0 9 9 3، وهنا الصفر اللي احنا زودناه عشان نعمل العلامة بعد 5 خانات، ودي كده العلامة، وده صفر في الآخر اهو. تمام. تعالوا نشوف مسائل تانية. هنا برضو بالخوارزمية المعيارية هقول له ايه؟ 92 في 43. ضرب سهل خالص وجميل. وفي الآخر بنحط العلامة. 3 في 2 ب6، 3 في 9 ب27، وبعدين نحط صفر ونحط زائد. 4 في 2 ب8. احنا بنحط صفر عشان تحت خانة الآحاد. بنبدأ بقى نشتغل من تحت خانة العشرات. 4 في 9 ب36. جمع 6 وصفر 6، 7 و8 15، 5 ومعانا 1 و2 3 و6 يبقى 9، وننزل التلاتة. طب أنا هشتري العدد ده كله أشتله شيلة كده وأحطه هنا 3956. طب العلامة يا مس بص هنا بعد عددين وهنا بعد عددين. أما تيجي تعد ده 1 2 3 4، المفروض العلامة بعد 4 خانات أهي. يبقى كده مظبوطين مفيش أي مشاكل. طب هنا 6 و25 في 5 أجزاء من 100. هتحط 6 2 5 وبعدين تضرب في 5. يا مس ده هي 5%. الصفر على الشمال ملوش لازمة أساسا. ماشي. فاضرب بقى عادي. 5 في 5 ب25، 5 ومعايا 2. 5 في 2 ب10 و2 يبقى 12، 2 ومعانا 1. 5 في 6 ب30 و1 يبقى 31. تمام. امسك العدد اكتب اهو 3125. العلامة هنا بعد خانتين وخانتين يبقى ده خانة 2 3 4. نعمل علامة بعد 4 خانات. طب فرضا نفس الأعداد دي كده بس جاي لك ازاي بقى؟ الستة وبعدين الاتنين وبعدين العلامة وهنا 5. ماشي. وهنا في ايه؟ في 5 أجزاء من 100 برضو. ماشي. فالناتج هيطلع ايه؟ شايف العدد اللي انت طلعته من 5 في 625 ده؟ اكتبه كده اهو. 3125 هو كده الناتج يا مس. لا الناتج مش كده. هنا العلامة بعد خانتين وهنا بعد خانة يبقى تعد له 1 2 3 يبقى العلامة جت هنا كده. تمام. يعني هو نفس الناتج بس الاختلاف في ترتيب العلامة، او هي جاية بعد رقم ولا 2 ولا 3. طب نفس الفكرة لو هي جاي لك ده مثلا مش 6 5 62 ونص او كده. بص لو جاية لك اهي برضو 62 عادي و5 أجزاء من 10، بس مش في 5 أجزاء من 100 بقى، في 5 أجزاء من 10. والله هيطلع الناتج العدد ده هو في الضرب اهو. بس الاختلاف في طريقة في العلامة فين؟ هنا بعد خانة وهنا بعد خانة يبقى نحطها ده خانة 2 نحطها هنا كده. تبقى 31 و25 جزء من 100. يعني انت ممكن يجي لك سؤال وده موجود فعلا في كتاب الأضواء. هو جايب لك مثلا حاصل ضرب رقمين وليكن 3 و75 من 100 مثلا في 25 من 100 مثلا. ويجي بقى يجيب لك اعداد منها بقى ايه 37.5 في 2.5. لا ما اعرفش دخل التلاتة هنا قبل العلامة نفس الارقام بس العلامة مختلفة هنا او هنا او في الاتنين، وبالتالي هتختلف في الناتج. يعني نفس الاعداد برضو هتطلع في الناتج ولكن العلامة بتختلف ترتيبها او مكانها بس في الناتج على حسب عدد. يعني هنا مثلا خانتين وخانتين يبقى 4 خانات. طب لو خانة وخانة يبقى خانتين وهكذا. طيب هنا برضو عايزها بالخوارزمية المعيارية. تعالوا نضرب وحاطط لي العلامات بس عادي. أنا هضرب عادي وفي الآخر أحطها. 4 في 8 بكام؟ 4 في 8 ب32. 2 ومعايا 3. 4 في 9 ب36 و3 يبقى 39. 4 في 1 ب4 و3 7. هنحط صفر ونحط زائد. 7 في 8 بكام؟ 7 في 8 ب56. 6 ومعانا 5. 7 في 9 ب63 و5 يبقى 68. ماشي. 68 معانا 6 اهو. 7 في 1 ب7 و6 يبقى 13. جمع بقى كده 2 وصفر 2، 9 و6 يبقى كام؟ 15. 5 ومعانا 1 على 7 يبقى 8 و8 16. معانا 1 مع ال3 يبقى 4 وكمان 1 ينزل. طب الناتج يا مس بص بقى هو حاطط لك هنا العلامة بعد رقم وهنا بعد رقمين يبقى عد 1 2 3 العلامة هتجيلك هنا يبقى 14 و652 جزء من 1000. بعد كده بيقول لي قسمة الكسور والأعداد العشرية. قسمة برضو سهلة جدا ركز معايا فيها. انت دلوقتي بتقسم 3 و76 جزء من 100 على 12 جزء من 100. ده المقسوم ده اللي انت بتقسمه وده المقسوم عليه.
أهم حاجة عندي بُص على المقسوم عليه، ماشي بصينا على المقسوم عليه، العلامة فيه بعد كام خانة؟ بعد خانتين، إحنا بقى عايزين المقسوم عليه ده ما فيهوش علامات خالص، طب هنحل المشكلة دي إزاي؟ العلامة بعد خانتين قُلنا عشان نخلص من العلامة اللي بعد رقمين دي من واخدينها قبل كده، فهتضرب في 100 عشان تخلص منها. طب أنا أضرب في المقسوم عليه بس؟ لأ، طالما عملت حاجة في المسألة هنا يبقى تعمل في الناحية التانية برضه عشان ما تغيّرش قيمة المسألة. طب افرض هنا بعد خانتين وهنا بعد 3 خانات، ما لناش دعوة خالص باللي أنا باقسمه، أنا بابُص في المقسوم عليه، اللي أنا هاقسم عليه. طب 12 جزء من 100 في 100، خلاص العلامة اتحركت، حركة 2 هتيجي هنا كده بقت 12، ما هي 12 وصفر جزء من 10 خلاص هي 12 يعني. تمام، والعلى أحطها أهي. طب هنا لمّا ضربنا برضه في 100 العلامة اتحركت حركة 2 يعني جات هنا كده برضه يبقى 376 والعلامة لو في صفر هنا خلاص الجزء من 10 يعني خلاص ما لوش لازمة. أنا هدفي في الضرب في القسمة يعني بتاعة الأعداد العشرية إن أخلص من العلامة العشرية في المقسوم عليه، افتكر ده. طب إحنا هنقسم على 12 يبقى إحنا هنعمل جدول ال12، 12 في 1 ب12، 12 في 2 ب24 و12 في 3 ب36 و12 في 4 ب48 و12 في 5 ب60 طبعًا فاكرين دي، و12 في 6 ب72. نكتفي بده دلوقتي ولو حبينا نزود تاني هنزود. هنيجي بقى نعمل قسمة مطولة اللي أنا باقسمه 376 أهو، واللي أنا باقسم عليه ال12 أهي، تمام، إحنا بناخد بعد ما ضبطنا بقى ال12 أهي. طيب هنا 37 قريبة من مين هنا؟ في 36 وفي 48 لأ بناخد الأصغر ما بناخدش الأكبر، بناخد الإيه؟ الأصغر. يبقى أنا هاقول له أنا هاخد من ال37 دول 36 أقسمهم على ال12 فهيدوني 3، آخد منهم 36 قسمتهم على ال12 ادوني إيه؟ 3، 3 في 12 ب36 اطرح بقى 7 ناقص 6 1 و3 ناقص 3 0، الصفر على الشمال ما لوش لازمة يتكتب أصلًا مش هيعمل حاجة، هننزل إيه؟ 16 على 12، 16 على 12 هي ما بين ال12 وال24 صح؟ فهي هنقسمها هتدينا إيه؟ 1 لإن 12 على 12 فيها 1 هنقول 1، 1 في 12 ب12 هننزل 4. طب ال4 دي باقي، كان لمّا يكون عندي عدد صغير وعايزة أقسمه على مثلًا عدد أكبر، فإحنا ممكن نحط هنا علامة عشرية ونزود هنا صفر، وال40 هتلاقيها قريبة من 36 على 12 فيها إيه؟ 3، 3 في 12 ب36 وهتنزل هيتبقى لك 40 ناقص 36 4 برضه، بدال أنت حطيت علامة عشرية طول الوقت زود صفر زي ما أنت عايز، 40 على 12 برضه هناخدها 36 يبقى 3، المهم إن هيبقى لك بواقي صغيرة أوي 3 في 12 36 فاعتبرها 31 و33 جزء من 100. خلاص ما علينا من البواقي هنا، أنا هاعتبر المسائل اللي جاية كلها هتيجي لي من غير باقي أصلًا. هنا برضه أنا باقسم على 32 جزء من إيه؟ من 100، يبقى أنا عايزة أخلص من العلامة العشرية اللي هنا فأنا هاضرب في إيه؟ في 100 تمام؟ طب وأنا هاضرب هنا كمان في 100 يا مِس بس إحنا لمّا نضرب هنا في 100 يا دوب العلامة تتحرك حركتين هتيجي هنا فيبقى فيها عدد عشري برضه مش مشكلة، أنا أهم حاجة عندي إن أنا أخلص من العلامة العشرية في المقسوم عليه. طيب يبقى ال32 جزء من 100 لمّا تتضرب في 100 العلامة تتحرك أدي حركة 2 هتيجي هنا كده، بقت 32 وهنا هتتحرك هتبقى 166 و4 أجزاء من 10 ماشي. طب أنا باقسم على مين؟ على 32 فأنا رايحة أعمل جدول لل32، 32 في 1 ب32، 32 في 2 ب64، 32 في 3 ب96، 32 في 4 4 في 2 ب8 و3 في 4 ب12 ب100 إيه 28، 5 في 32 5 في 2 ب10 صفر معانا 1، 5 في 3 15 1 يبقى 160 يعني لو احتاجنا تاني نبقى نعمل أو لأ نعمل كمان واحدة 6 في 32 6 في 2 ب12 2 ومعانا 1 6 في 3 ب18 1 يبقى إيه 192. ابدأ اقسم بقى قسمة مطولة أهي، هتقسم 166 بعد ما ضبطناها يعني إحنا بناخد الأعداد بعد ما ضبطناها 166 و4 أجزاء من 10 على 32. مين بقى القريب من ال166 هنا؟ عندك في 160 وفي 192 لأ بناخد الأصغر دايمًا عشان ده اللي هينفع، أصل أنت هتاخد أكبر من اللي عندك هتقسمه إزاي؟ فأنت هتاخد من ال166 دي 160 قسمتهم على 32 ادوا لك إيه 5 أهو، 5 في 32 ب160 اطرح بقى 6 ناقص 0 6، 6 ناقص 6 0 و1 ناقص 1 0، الأصفار اللي على الشمال ما لهاش لازمة ولا ليها قيمة،
طيب ده أنا في علامة عشرية يا مس هاعمل إيه فيها أنزّلها؟ لأ أحطها فوق كده أهوّة عشان هي هتكون في الناتج، أول ما تخبط في علامة عشرية حطها في الناتج على طول، نزّل ال4 بقى، ب64 فين أهي، 64 على 32 فيها 2 يبقى 64 على 32 فيها 2، 2 في 32 ب64 المسألة صفّرت معانا وغالبًا كل مسائل الدرس ده هتصفّر ما عدا المسألة اللي فاتت كده كانت إيه فيها بواقي فكنا اضطرينا نحط علامة عشرية، يبقى الناتج 5.2 نشوف واحدة تانية. هنا 7 و35 على 1.5 فين مقسوم عليه ده؟ العلامة بعد خانة واحدة فأنا هاضرب في 10 عشان أخلص منها، وهنا هاضطر أضرب في إيه؟ في 10 ونحط هنا على. طيب أنت ضربت في 10 العلامة اتحركت حركة واحدة بقت 15 هنا ضربت في 10 فالعلامة هتيجي لك هنا كده يبقى 73.5 أنت بتقسم على ال15 فهتعمل لها جدول 15 في 1 ب15 15 في 2 ب30 15 في 3 ب45 15 في 4 ب60 15 في 4 ب60 دي 15 دي 15 في 5 ب75 أعتقد ما عدناش هنحتاج أكتر من كده. تعالى بقى نعمل القسمة المطولة بتاعتنا هنقسم بعد ما ظبطنا 73 و5 دايما بتاخد العدد بعد التظبيط على 15 مين بقى قريب من 73 هنا ده أنا عندي 75 وعندي 60 لأ بناخد الأصغر يبقى ناخد من 73 دول 60 قسمتهم على 15 فيها ال4 تمام نطرح 3 ناقص 0 3 و7 ناقص 6 1 في علامة أنا وصلت لها حطها فوق اوعى تنساها حطها قبل ما تنسى على طول عشان ما تنساش أول ما تخبط في علامة حطها هنزل الخمس 135 لأ محتاجين نضرب شوية كمان يبقى 15 في 6 ب90 ماشي 15 في 7 بكام ب105 15 في 8 ب120 15 في 9 ب135 يبقى هي دي احنا المفروض نوصل لحد 135 135 على 15 على 15 فيهم ايه 9 احط التسعة اهي 9 في 15 ب135 اطرح 5 ناقص 5 صفر 3 ناقص 3 صفر 1 ناقص 1 صفر يبقى الناتج 4.9 ده كده الناتج بتاعنا تمام. بعد كده بيقول لي أوجد خارج قسمة 1000 على 500 مستخدما خط الأعداد يبقى مبدئيا كده أنا هرسم له خط أعداد عشان هو طالب مني خط الأعداد عايز نقسم 1000 يعني أنت هتمشي بخط الأعداد ده هتبدأ بصفر وهنا 100 وهنا 200 هتعمل لحد ال1000 وهنا 300 هنا 400 وهنا 500 وهنا 600 وهنا 700 وهنا 800 وهنا 900 وهنا 1000 أنا عايزة أعرف ال1000 ده فيه كام 500 أول خطوة معايا أهي هتبقى من الصفر لحد 500 دي أول خطوة وبعدين خطوة تانية بعد ال500 ونزود عليهم 500 هنوصل ل1000 يبقى 1000 على 500 فيهم 2 خطوتين أنت عملتهم أهو يبقى 1000 على 500 بتساوي 2 تعالى نشوف مسألة تانية برضو عايز 10 على 5 بخط الأعداد عادي هنعمل له خط الأعداد أهو نعمل له خط الأعداد تمام وهنعمل لحد 10 من صفر ل10 ده صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى أنا هعمل إيه هشوف ال10 دي فيها كام 5 فأنت أول مجموعة عندك هتعمل لحد ال5 الأولانية اهي وبعدين 5 تزود على 5 بقت 10 يبقى أنت 10 لما قسمتها على 5 ادولك 2 خطوتين أهو ادولي 2 تعالى بقى نشوف مسائل كلامية طبعا مسائل كلامية فيها ضرب وفيها اسمة لو جاب لك أصلا كلمة توزيع أو كده بيكون الاسم على طول ودي مباشرة ما بسألك برضو على الكلي لو حاجة فيها ضرب ده بيكون فيه ضرب فاحنا تعالى كده نشوف لو جايب لك حاجة واحدة وعايز يعرف سعر مجموعة حاجات منها يبقى دي هتضرب سعر الحاجة في العدد يعني فهي ضرب لكن لو جايب لك سعر مجموعة الحاجات وعايز سعر حاجة واحدة منها يبقى انت هتقسم على العدد اللي عندك اللي هو بتاع الحاجات دي فهتطلع المهم انت تلاقيك ما انتش فاهم انا بقول ايه اساسا فتعالوا نبدأ كده نشوف احنا بنعمل ايه بيقول اذا كان ثمن كيلو جرام واحد من الخضروات ثمن واحد بس من الكيلو جرام هو 13.2 هو كده جاب لي سعر حاجة واحدة فعايز سعر مجموعة من الحاجة الواحدة دي يبقى هنا في ضرب على طول لانه جايب سعر واحدة انت لو رايح تجيب مثلا ايس كريم من السوبر ماركت الايس كريم مثلا وليكن ب10 جنيه فعايز تجيب 5 تقول 5 في 10 فهو نفس الشيء تمن الكيلو الخضروات 13.2 عايز يجيب 5 كيلو وشوية فهيضرب فاحنا هنا هنضرب بالخوارزمية بقى المعيارية هقول له ايه 13.2 هشيل علامة خالص لحد ما اضرب في 5.1 يعني كأني بضرب في 51 واضرب 1 في 2 ب2 1 في 3 ب3 1 في 1 ب1
هنحط صفر والزائد ونبدأ نضرب في خانة العشرات. 5 في 2 ب10، صفر ومعايا 1، 5 في 3 ب15، 1 16، 6 ومعايا 1، 5 في 1 ب5 و1 6. نزل 8 زائد صفر 2، 3 زائد صفر 3، 1 و6 7 وهنا 6. طيب يبقى الناتج هنقول له ايه؟ 8 5.1 كيلو جرام من نفس النوع هيساوي العدد ده كله 6732. ده السعر؟ لا طبعا 6732 ايه، هنروح نجيب 5 كيلو فاكهة ب6000 وشوية؟ لا، العلامة هنا بعد خانة وهنا بعد خانة، يبقى انت هنا خانة خانة تحط العلامة هنا، يبقى 67.32 ايه جنيها. اكتب له التمييز بتاع السعر، انت دافع بيه، انت دافع بالجنيه ولا بالدولار؟ لا بالجنيه. طيب بيقول لي اذا كانت 8 13 قلم، او هنا بقى جاب المجموعة كلها، جاب الاجمالي 8 13 قلم من نفس النوع هو 32.5، فما ثمن القلم الواحد؟ جايب لك سعر مجموعة حاجات، عايز سعر حاجة واحدة منها. خلاص هو ال 13 قلم كلهم كانوا ب32.5، عايز سعر القلم الواحد، فاحنا هنقسم ايه؟ سعر ال 13 قلم بحاله مع بعض على على عدد الأقلام اللي عندي، عشان أعرف تمن كل قلم من الأقلام أو القلم الواحد بكام. المقسوم عليه هنا 13 ما فيهوش علامة عشرية، فانت هتقسم على طول. طب وهنا العلامة عشرية ملناش دعوة، قلنا احنا بنبص على العلامة العشرية اللي في المقسوم عليه بس. يعني انا هقسم 32.5 او 5 من 10 على 13، فانا هنا هعمل جدول ال13. 1 في 13 ب13، 2 في 13 ب26، 3 في 13 بكام؟ ب39، و4 في 13 بكام؟ 3 في 4 ب12، 2 ومعانا 1، و4 في 1 ب4، و1 ب52. ماشي خلاص كفاية كده. عندك 32 هنا قريبة من مين؟ ده في 39 في 26، لا خد الأصغر، 39 كبيرة عن 32، هناخد هنا. يبقى هناخد من ال 32 دول 26، 6 وإيه و20، قسمناهم على 13 فيهم 2 أهو، 26 على 13 فيها 2. هنطرح هيتبقى لي 2 ناقص 6 مش نافع، استلف من التلاتة بقت 12 ناقص 6 6، ودي بقت 2 ناقص 2 خلاص صفر، مش هنكتبه اللي هو على الشمال ملوش لازمة. وصلنا العلامة خبطنا فيها، حطها فوق بقى خلاص عادي، هي الاتنين مالها مطولة نفسها ليه كده. هنحط هنا علامة، ننزل الخمسة. 65 على 13، لا نكمل بقى شوية، 5 في 13 هتلاقيها ب65 برضو، عشان 3 في 5 ب15، 5 معانا 1، و5 في 1 ب5، 1 يبقى ايه 6. طب يبقى 65 على 13 فيها الخمسة، فيها الايه الخمسة. تمام، 5 في 13 ب65، اطرح بقى كده اهو. يبقى الناتج كل قلم سعر القلم الواحد هيساوي 2.5، يبقى انا راح اكتب له ايه؟ ثمن القلم الواحد هيساوي 2.5 ايه بقى جنيها، هو دافع بالجنيه، وما كتبش هنا الجنيه صح، بس هو دافع بالجنيه. يعني هنقول ايه؟ ثمن القلم الواحد بيساوي ايه؟ 32.5 على 13، فبيساوي 2.5 جنيها، 2.5 ايه جنيها. احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، يا رب تكونوا فهمتوه. لو احتجتوا اي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات، تابعونا كمان على صفحتنا باسم متعة الرياضيات، هتستفادوا عليها كتير على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.